كاتم أسرار صدام حسين وصندوق المعلومات الثمينة يصل إلى الإعدام رئيس جهاز مخابرات صدام حسين والكاتب الباحث السياسي فاضل البراك حسين الناصري، ذكي جدا ومحترف وفني بامتياز. قام فاضل البراك بتصفية نفوذ برزان التكريتي ونقل كل من له صلة به من نظام المخابرات إلى وظائف أخرى، مما أثار الريب لدى صدام حسين اتجاهه، ومما زاد الشك والريب تدخل البراك في شؤون عائلة صدام حسين وحشره نفسه في قضايا اختلاس وانحرافات عدد من أقارب صدام حسين وعمومته، مما أثار غضب صدام حسين، فقام بتنبيهه له على الاهتمام بالأمور الخارجية والتآمر الخارجي والتجسس فقط. ارتكب البراك خطأ فادحا عندما استدعى سكرتير صدام الصحفي الدكتور محسن خليل الذي طرد من وظيفته بأمر من صدام، واهتم به وخصص له سيارة حديثة وراتبا شهريا دون إشعار أو استئذان من الرئاسة الخاصة. محسن خليل بعد استقبال البراك له وتسليمه السيارة والمكافأة المالية ذهب إلى القصر الجمهوري وأبلغ المسؤولين فيه بما جرى له مع رئيس المخابرات، وكانت النتيجة أن أصدر صدام أمرا بعزل البراك من رئاسة المخابرات وتعيينه مستشارا، وهي وظيفة هامشية، وأعاد الاعتبار لسكرتيره الصحفي السابق وعينه مديرا عاما لمركز البحوث والدراسات التابع للقصر الجمهوري.